يا ست الكل ما تكونيش زي أم سحر. للأسف دول قرايبي. ليه بقول للأسف دول قرايبي؟ ومين هي أم سحر وإيه حكايتها وقصتها اللي هنعرفها في الفيديو ده؟ أنا بقول للأسف يا بنات عشان دول يعني أنا أعرف البنت دي معرفة شخصية، وما كنتش أتمنى إني أحكي قصتها وإنها تكون يعني إن يحصل لها ما حصل يعني. هذا بالنسبة لكلمة للأسف، يعني أنا مش بقول للأسف إن أنا يعني بستعر منها أبدا، أنا بقول للأسف عشان هي ما تستاهلش يحصل فيها كده. تاني شيء إن هقول لكم في الفيديو ده إن شاء الله مشكلة أم سحر دي اتحلت إزاي، وهقول لكم ربنا أخد حقها إزاي، لأن القصة دي يا بنات قصة معاصرة لسه بنعيشها اليومين دول. تخليص الحق لسه بيجي في اليومين دول. بس قبل ما أقول لكم القصة حابة أقول لكم حاجة. احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. ما تفولوش على نفسكم يا حبايبي. ما فيش واحدة تقول أنا حاسة إن هيجرى لي كذا، أنا حاسة إني هموت، أنا حاسة إني هفشل، أنا حاسة إني همرض، أنا حاسة إن ولادي هيجرى لهم ويحصل لهم. طيب إيه حل المشكلة دي لو واحدة بتوسوس الوسواس ده؟ حلها في الآية الكريمة في قوله تعالى فما ظنكم برب العالمين. أنت ظنك بربك إيه؟ ظنك إن مشكلتك هتغلبه؟ مش هيلاقي لها حل؟ حاشاه ملك الملوك. وبالنسبة لي أنا ظني هذا الدعاء: اللهم لا أضام وأنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي، فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم سحر يا بنات سيدة فقيرة عندها تقريبا 25 سنة، متزوجة عندها 3 أولاد. كانت لما بتحكي معانا بتقول مش عارفة حاسة إيه، مش عارفة، مش مبسوطة كده، مش عارفة ليه يا بنات، حاسة إنه هيحصل لي حاجة يا بنات. مش عارفة الواحد مهموم ليه، مش عارفة إيه الحاجة اللي طابقة على نفسي على طول. والله كانت دايما سهريتها كده، تقعد تحكي كده. يا بنتي قولي خير يا بنتي، ده انتوا ما شاء الله في نعمة وعندك ولادك ربنا يخليهم لك وما اعرفش ايه والكلام ده. كانت امي تقول لها يعني. زوجها كان بيسافر ويجي شغل، في يوم راح مرجعش، حصلت له حادثة وتوفي رحمة الله عليه. زوجها عنده أخت متزوجة بجواره من رجل مقتدر بس كبير عنها شوية في السن. لما حصل لأخوها اللي حصل أصرت إنها ما تسيبهمش وما تسيبش مراته وعيال أخوها، يعني ما تسيبهمش أبدا. والمهم كانت تقريبا مقيمة عندها. عدى التالت والأسبوع والخمستاشر والخمسين والكلام ده كله وأم سحر حزنها وزعلها مسيطر عليها لحد ما جاها أبوها وقال لها يا بنتي انتوا صغيرة وولادك صغيرين، ما ينفعش يا بابا تقعدي لوحدك هنا، أنا هاخدك تقعدي معايا انتي وولادك على دماغي لحد ما يكبروا. قالت أبدا، ولادي يتربوا في بيت أبوهم. يا بنتي يهديكي يرضيكي تقول أبدا. وطبعا عمة الولاد مشجعاها، ده لحمنا دول ريحة الغالي ازاي نقفل بيته. لما ابوها لقى الموقف كده والاصرار بتاعها كده، قال ايه اسيبها لما الامور تهدى شوية. اصلا سبحان الله يا بنات، الحزن ده بيتولد كبير ويفضل يصغر يصغر بفضل الله، يعني ان هو بيهون علينا كتير يعني بالنسيان. الحمد لله على نعمة النسيان. دبت صحبة قوية بينها وبين عمة الولاد، وبقت يعني تجيب لها الهدايا وهدوم والبسي براحتك في البيت وخدي راحتك وانت طالعة البسي يا ستي الاسود. وصاحبتنا بقت تعرف كل كبيرة وصغيرة عن أم سحر، وعلمت أم سحر اللبس والدلع والكلام وازاي تتكلم وازاي تمشي، وكل ده طبعا ايه بقى بحكم الخبرة. المهم في حاجات في الورق وحاجات لازم تتعمل للولاد الأيتام، ربنا يا رب يتولى الأيتام برحمته ولطفه. بتتعمل إجراءات عشان الملك يعني أو الحاجات اللي سايبه لهم باباهم بتبقى تحت تصرف جهة معينة، جهة حكومية، لحد ما الولاد يكبروا لأنهم قُصّر. طبعا أم سحر لا بتعرف تروح ولا تيجي. أما عمة الولاد مشكورة كلمت لها واحد بالفلوس يجي ياخد الورق من عند أم سحر من البيت، ويجي إيه يخلص لها كل حاجة تخص بقى السجل والكلام يعني الحكومي، إجراءات حكومية لازم إيه تتعمل والناس كلها عارفينها. الراجل فعلا كان بيجي لحد البيت، بياخد منها الورق. والله ساعة لما كان بيجي كانت بتبعت لحد مثلا ولادها الصغير، الولد الصغير تبعت لأمي، تبعت لجارتنا التانية ست كبيرة تقول لها تعالي اقفي معايا لما ادي الورق لفلان. كل حد ليه شهادته دي عند ربنا. المهم كان الراجل بيجي ياخد الورقات ويمشي، يعني الموضوع ما كترش، هو أسبوع أسبوعين كده على ما الورق يخلص والكلام ده.
المهم في الوقت ده بقى عمة الولاد كانت تعرف حد على زوجها، وما كانش حد يعرف نهائي. كانت تعرف حد على زوجها والعياذ بالله. فإيه بقى، ما تعرفيش بقى غيرة من الحزينة اللي لابسة لحد دلوقتي أسود على زوجها، وهي بتحاول تخليها تغير بالعافية. ما تعرفيش بقى لقت أم سحر أحلى منها. ما تعرفيش إيه في النفوس، نفوس الناس دي يعلم بيها ربنا. والشيء بالشيء يذكر يا بنات، لما جت قصة البنت اللي كانت بتنام وتبات مع صاحبتها دي، وقامت بالليل بعد ما صاحبتها نامت وغيرت رغباتها في الثانوية العامة، تذكرت القصة واستحضرتني بشدة. وقلت والله لازم أحكي عنها عشان البنات تاخد بالها، سواء كنتي ست متزوجة، سواء كنتي طالبة، سواء كنتي لسه ربة منزل وعلى الله حكايتك زي حالاتي. المهم يا بنات، خلي بالكم مفيش حد يعرف سرك إلا نفسك بس. نفسك بس. في يوم معين طلبت عمة الولاد من الراجل اللي كانت تعرفه إن يجوا يخبط على بيت أم سحر دي بالليل متأخر. وفي نفس اليوم كانت عمة الولاد رن على ولاد عمها التانيين إنه تعالوا شوفوا اللي أمناها هي وعيالها بتعمل إيه مع فلان وترتان، يعني ليه جايها بالليل. وطبعا ما قصروش الجماعة، جم يجروا. في الوقت ده في أسئلة بنات بتغيب عن المخ، زي انت عرفتي منين؟ طيب ايش عرفك ان هو جاي للبيت في الوقت ده؟ في أثناء ما هو طبعا بيخبط جم عليه يجروا ما قصروش. امسك امسك، هو جري وهم جري وراه، طبعا هو فلت منهم. وهنا بقى ايه، بدأت الحكايات والروايات، وما أسهل البدايات ومن سلم من القيل ومن قال. الألسنة لا ترحم، وما أصعب الألسنة في الأرياف. لو استلموا حد اللهم أجرنا. وعلى فكرة يا بنات أنا من الريف محدش يغلط، لكن نقول إلا من رحم ربي. دخلت حبيبتي في دوامة كبيرة وصعبة جدا، ربنا ما يدخل حد فيها يا رب. ويعني وهي صعبة ليها هي وللكل، يعني ما لقتش حد يصدقها حتى اللي ليها. وده يا بنات موقف ما نستغربوش. يعني السيدة عائشة في حادثة الإفك سلمت عائشة وسلم عرض عائشة، لم تسلم من القيل والقال، ولم يصدقها لا أبوها ولا أمها ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن صدقها الله وأنزل ببراءتها قرآن يتلى إلى يوم الدين. لكن نحن لسنا السيدة عائشة، لست أنا بعائشة ولا أنت بعائشة. يعني نحن نقتدي بعائشة، لكن إحنا مش عائشة ولا في زمن فيه صحابة، إحنا في زمن فيه ديابة. فاحتاطوا واحترسوا، احتاطوا واحترسوا، ما تأمنوش لحد. إذا حببت احبب هونا ما، احبب من شئت هونا ما، عسى أن يكون عدوك يوما ما. وابغض من شئت هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني ما نجيش بصدرنا كله، ما نفتحش صدرنا للأشخاص والناس. حطي ذرة، حطي مقدار من سوء الظن. لازم تحطي حتة سوء ظن في اللي قدامك ده، في أي حد كان لازم تحطي حتة سوء ظن. ما تاخديش يعني أول ما قالت كلمتين حلوين حبيبتي 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 الحتة الجوانية. لا يا قلبي لا، اهدي شوية، مش كل الناس صافية زيك، مش كل قلب أبيض زيك. اهدي شوية، اهدي شوية على نفسك، عشان انت اللي هتتعذبي بطيبتك دي، انت اللي هتتعذبي. وانا قلتها قبل كده، الناس لا ترحم الطيبين. ايه رأي عمة الولاد في الموضوع بقى؟ قالت لا، دي ما تعرفش ده، بس ده فلان اللي بيعمل لها الورق، بينهم قصص وحكايات وروايات. طبعا أبوها طبعا يعني سمع، فجاه على طول قالت له كتاب الله أحلف عليه ما بيني وبين أي حد أي حاجة. كان راجل طيب يعني، فقال لها إن كان ليكي حق هيخلصه لك ربنا، لكن في البيت ده ما عادش ليكي إيه أعاد، وولادهم يتربوا عندهم، مش عمتهم حباهم خلاص خليها تشيل. تخيلوا بقى أم يتاخد منها ولادها. طبعا موقف الجد موقف شديد شوية، فيه شوية قسوة، لكن يا حبايبي هو لم يكن مصدق ابنته بالقدر الكافي، فحب يعاقبها بحرمانها من ولادها. ويعني ودي مش سذاجة، يعني أنا شايفاها إن هي تحسب له. يعني برضو هي عليها من الذنب إن هي سمحت لأي حد يدخل في حياتها، سمحت لشخصة. يعني أنا أفهم من تصرف واحدة، من موقف، من اتنين ليها، في حاجات بيديها لك ربنا، أمارات بيقولك خلي بالك في حاجة، زي تشوفي عليها حاجة معينة احتاطي احترسي. لأ، أنا دني سايرة ورا قلبي، دني سايرة ورا العاطفة، لحد ما إيه، جابتها أرض أرض. الراجل اللي كان بيعمل لها الورق طبعا سمع الكلام، وكان شاب، راح لأبوها قال له والله يا عم أنا ما شفت أدب من بنتك واللي تطلبه.
يعني أنا ما شفتش حد بيصون عرض زوجه وهو ميت قد بنتك، وأنا معاك في اللي تطلبه. طبعا أبوها وافق رغم إنه كان متزوج، لكنه وافق، يعني هيعمل إيه يعني. فطبعا أخد لها شقة تانية وحدها، وتزوجت وخلفت، وولادها من زوجها الأولاني كبروا وعرفوا عمتهم وعرفوا طبع الناس وعرفوا مين يحببهم ومين عدوهم، وبقوا يروحوا ويجوا على أمهم. محدش هيقطع بيه ربنا يا بنات. طيب فين عقاب ربنا اللي قلت لنا تقولي في آخر الفيديو؟ هقول لك والله العظيم، هقول لك ده عقاب ربنا شديد. يعني سبحان الله، نحن نجعل الله أهون الناظرين إلينا ونجعل الله أهون السامعين إلينا، وهو سبحان الله لطفه كبير وستير وبيستر لحد ما عداد الستر يصفر. أول ما عداد الستر يصفر، خدي عندك يا ستي. أول شيء الشاب اللي هي اتصلت بيه وقالت له خبط عليهم، خبط على أم سحر دي بالليل، وعشان أنا بصراحة عايزة أدبها وعايزة أربيها. والله 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 إن ابتلاها الله بالمرض، ويعني عافانا الله وعافاكم بالمرض الخبيث وهو في ريعان شبابه. المرض كانوا بيستأصلوا منه جزء يطلع في الجزء الثاني، لدرجة إنه هو جاء في اللسان. يعني سبحان الله، ربنا يا رب يغفر له ويرحمه. وتوفي. فكان يرى اللحم أمامه ويرى الأكل، وعندما يضع أي شيء في بقه يا عيني كان بيشوفه طعم مر ووحش. فكان يعني وهو على قيد الحياة كان لا يستطيع الأكل، كان عايش على محاليل. وكان بعيد عنكم المرض بينتشر في جسده بطريقة سريعة. خد له بتاع يعني سنوي أو سنتين تقريبا، المدة طالت وهو يعاني، وانتقل إلى رحمة مولاه. أسأل الله أن يغفر له ويغفر لموتى المسلمين يا رب. يا رب اغفر له واغفر لموتى المسلمين يا رب. وعمتهم، عمة الولاد يا بنات، والله وفي هذه الأيام ابتلت بنفس ما بلت به أم سحر. يعني ربنا يحفظ أعراضنا ويحفظ سيرنا ويجعل سيرنا معطرة، ولا يجعلنا في ألسن الناس يا رب، ولا يجعلنا في ألسن الناس بالسوء يا رب. يعني ابتلت بشرفها، وإنها تزوجت في السر وكلام من هذا القبيل. نسأل الله أن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين يا رب، ويحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. هي عندها بنات، وزوجها الكبير يا بنات اللي هو كبير في السن وكان مقتدر هو توفي يعني يمكن من فترة كبيرة. وبعد عنكم بعد الوفاة طبعا، وبعد ما حصل لأم سحر ما حصل، هي ابتلت بنفس الابتلاءات، وسيرتها بقت على كل لسان. زي ما يعني بص، ازرع تحصد، عامل تعمل، هو كده يعني. هي زي ما سقت تسقى، كل ساق يسقى بما سقى. ربنا يا رب يحفظنا ويحفظ أعراضنا. حبيت أقول لكم يا بنات إنه خدوا بالكم، الدنيا ملهاش أمان، الناس ملهاش أمان. لا تصدقي إلا نفسك. حابة تقولي سر، اكتبي، طلعي كشكولك أو أجندتك واكتبي يا حبيبتي السر، واكتبي مشكلتك، واكتبي اللي ضايقك. طيب في حالة ناس زي أم سحر كده حبت حد يقف معاها وقت الشدة، في المسموح، في حدود المعقول. أنا ما بعرفش أعمل، ما بعرفش أسوي، تعلمي كل شيء طالما فيكي مخ وفيكي عقل وفيكي راس، اعملي زي الناس. تعلمي كل شيء، تعلمي تعملي ورقك ازاي، تعلمي تعملي كل شيء، ما تلجئيش لحد، الجئي إلى الله سبحانه وتعالى. وربنا ما بيقطعش من حد، ربنا عوضها بأولاد آخرين، وولادها الكبار كبروا برضو وبقوا ييجوا ويروحوا عليها. لكن هي ما رأت في الحقيقة، يعني كان صعب وكان مؤلم. يمكن القصة حكايتها سهلة، لكن في أثناء وقوعها بيبقى ليه أثر كبير جدا وأثر نفسي، يعني يمكن إلى الآن هي تعاني منه. فالخلاصة يا بنات، بالله عليكم تاخدوا بالكم من أنفسكم، تاخدوا بالك من نفسك كويس. وبنتك يا حبيبتي، بنتك المراهقة، وبنتك الشبوبة الصغنونة، الفترة دي بتحكمها العاطفة. تكلمي معاها، صاحب بنتك ما تخليهاش تصدق أي ناس. فيه يعني فيه كلاب ضالة في الشارع، بيبقى هدفهم وديدنهم إنهم يوقعوا أي بنت محترمة ماشية في الشارع. بيبقوا داخلين بينهم وبين بعضهم كده رهان، مين يكسب الرهان ده. فإن شاء الله ربنا هيحفظنا بحفظه. ونحن لا نقصد من هذا تشهير بأحد، ولا نقصد من هذا، ربنا يعلم بالنوايا. لكن أنا حابة أقول للبنات تخلي بالها من نفسها، مفيش حد يستاهل. انت صديقة نفسك،
انت يا حبيبتي صديقة نفسك وصاحب بنتك، ما تسيبيهاش لانها مسؤولة منك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انت تحكي وباباها يحكي، وصاحبه ابنك صاحبيه وقولي له. انت تحكي وابوه يحكي، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ايه، انا خدتكم في الحكاية وخدتكم عن ام سحر ومحدش سألني انت بتعملي ايه يا هناء. انا يا حبيباتي بعمل الغدا اللي كان متأخر. وزي ما هحكي لكم زي حكاية شهريار كده، النور يفصل عليكم دلوقتي تلاقوا النور عتم وشهريار والليل دخل علينا. وانا ايه بصور في العتمة، الله المستعان. عملت ايه يا بت؟ عملت لحمة راس اللي جبناها يا بنات، فاكرينها؟ دي عملتها، ودي الطريقة دي حلوة جدا 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 يا بنات. تعملوها بايه بقى؟ لما تيجي تعملي البصلة، تسوي البصلة يعني. بعد شوية تكوني غاسلة اللحمة غسلة محترمة، وتقطعي اللحمة وتروحي ايه بقى، رميها مع البصلة، تشوحيها مع البصلة. خد يا معلم أحلى طعم، أقسم بالله يا بنات كانت طعمها روعة. شوحتها لما البصلة واللحمة اتشوحت كده وريحتها فاحت. وحطي توابل، أنا ما جبت سيرة التوابل في الموضوع، بس حطي التوابل اللي عندك مش بتقول لأ. والطماطم يا بنات اللي انا مسبكاها، اللي سبكتها معاكم، اللي كنت حطاها في الازايز، والله العظيم يا بنات تحفه ورحبتني من الاكياس. كانت الاكياس بتلزق في الفريزر وبقعد اطلعها بصعوبه. لكن دي بصلص الطماطم على النار واسيبها تبرد واضربها في الخلاط واعبيها في الازايز وبحطها في الفريزر، بتجمد زي الميه. باخد ازازه بازازه احطها تحت في التبريد، ازازه واحده احطها في التبريد تحت، بتبقى زي ايه بقى، فيها حته مجمده وحته اخد منها بقى واعمل، اخد منها واطبخ. جميله جميله ومنجزه، الله المستعان. ايه ده بقى حكايه العيش ده ميه ودقيق وشويه ملح بس يا بنات، والله ما فيه ولا خميره ولا اي حاجه، لان لقيت العيش اللي جايبينه من المخبز قليل مش هيقضي. فقلت بقى بالتغيير بقى، والله كان طعمها بالبطاطس تحفه. انا بعمل العيش دلوقتي وبسوي، وبنتي بتعمل ايه، عملت البطاطس جهزتها، ودلوقتي افضيها على الدمعه اللي انا عاملاها. الدمعه يا بنات يعني الصلصه الحمراء، احنا بنقول عليها دمعه. ليه دمعة معرفش. الله المستعان يا بنات، حطوا اللايك بالله عليكم رجاء، ارفعوا لي الفيديو يا بنات، عاوزة احقق ساعات المشاهدة عشان اعمل لكم فيديوهات بنفس. الله المستعان. والله العظيم بتوحشوني اقسم بالله. وعليكم بالصلاة على النبي فإنها مفرجة الهموم، وعليكم بالدعاء فإنه سحر وإنه العبادة. وما فيش وقت يا بنات محدد للدعاء، وانتي بتطبخي ادعي، وانتي بتصلي ادعي، وانتي ماشية في الطريق اذكري وادعي. لا تجعلي بينك وبين الله حواجز، ولا تجعلي بينك وبينه وسطاء. إذا ضاقت بك الدنيا فتذكروا يا بنات إن لنا ربا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، ارفع يديك إلى السماء فوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان قريبا فعجله، وإن عجلته فبارك لي فيه وأدمه. اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا وبارك لي فيه. يا بنات اسألوا، إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة، واطمعوا فيما عند الله. اطمعوا فيما عند الله، اسألوا الدعاء، اسألوا عليكم بالدعاء وعليكم بالطمع فيما عند الله. اسألوا الله الجنة والفردوس الأعلى من الجنة لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمسلمين أجمعين. يا رب يا بنات أكون وصلت فكرة وأكون قدرت أفيدكم في هذا الفيديو بشيء. ادي البطاطس يا بنات، البطاطس عاملاها قرودي حبيبة قلبي وانا بجهز الغدا. فما تركنيش بنتك يا حبيبتي، خليها تساعدك وخليهم يساعدوكي. في ناس بتغسل معايا المواعين ورايا، وفي ناس بتقشر البطاطس وتقطع البطاطس، ولد او بنت كله يدخل كله يساعد. واللي بتقولي انت بتخلي ولادك يربوا بعضهم، مش عيب لما تكون الكبير متربي يربي الصغير، لكن العيب لو كان الكبير مش متربي، فمش اكيد مش هيعرف يربي الصغير. فانا حاولت يعني ادي كل جهدي في الكبار، والكبار بيساعدوني بفضل الله في تربية الصغار. يلا يا بنات لا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء.